ما رأيك بالحياة الديمقراطية في المجتمع الكويتي؟ هل دخلتي وشفتي أن المرأة الكويتية شلون خذت حقها في المجتمع في السنوات الأخيرة؟ هل تحبين أنك أنت تشيلين هالتجربة الديمقراطية اللي يعيشها المجتمع الكويتي وأن تكون موجودة عندكم في المجتمع الصومالي؟ المجتمع الفنلندي ما أقدر أقول إنه ما يحتاج أن ماخذ حقوقه بزيادة وزيادة، بس إحنا المجتمعات العربية ما زلنا نعاني من هذه المشكلة، والمجتمعات الإسلامية بالأخص إن ما زالوا ينظرون للمرأة إنه هو كائن رب العالمين خلق أنه هو يكون بس موجود في البيت، وأن حدود عمله هو المطبخ والبيت وتربية الأبناء. هذا مو الكل طبعا، بس انت شنو شايفه المراه الكويتيه من هالزياره الثانيه اللي انت جيتي فيها؟ شفت المراه الكويتيه هي جديره على العمل، وهل يطلع منها هي تركت بصمه؟ بالاضافه الى ان احنا عندنا اربع نواب برلمانيات في المجتمع الكويتي، ولحسن الحظ انهم 4 دكاتره يحملون شهاده الدكتوراه كل من في تخصصه، واعتقد ال4 في جامعه الكويت يدرسون دكاتره في الاقتصاد، عندنا في التربيه، عندنا في العلوم السياسيه، عندنا اعتقد في كل المجالات عندنا. حابه ان هذه التجربه الديمقراطيه دوله الكويت تنقلينها او تكون تعيشها المجتمع في الصومال والمراه الصوماليه او الفتاه الصوماليه بالاخص. runtii wadamada aan ku faano ayay ku jirtaa Kuwait. 2005 wafdi Finland ka yimid ayaa soo booqday baarlamaanka Kuwait, lana kulmay waqtiyada codka la siiyay dumarka inay codeyn karaan ka qayb gali karaan. Gabadha joogtay waxay ka mid ahayd xisbiga yagan Greenka. iyada noo sheegtay in Kuwait timiday aad baan ugu farxay inay wadan muslim horumarka gaaray oo xuquuq siiyay dumarkii. waxaan ogahay dumarku awood uu ninku leeyahay inuu siyaasad ka qayb gali karo, uu qaban karo iyadoo gurigeedina maamulanayso sidii sharciga diintu dhigaysana aan jabinaynin inay wax walba qaban karto. hooyo kasto wanaagsan markay siyaasadda iyo ay cilmi yeelato bulsho wanaagsan iyo ubad wanaagsan ay soo kobcisaa. aad baan ugu faraxsanahay 4 dumar ee ku jira baarlamaanka Kuwait. إن شاء الله هدان كوجوليست كويتنا هدان كوجوليست دورشة برلمان فنلند يحدي والبا وحن رجينا يا إن مرتقاد أفيديو أن فنلند وكمرتقاده دمر كوجرا برلمان كويت حتى ما كان كل نقطة فنلند مديا ورئيس ولاية لنسا وانجارسينا يا هرمركا يدمقراطية دولة الكويت أي سياسي شعبك كويتيينك iyo dumarkaba. أول تحب تقول إن المرأة الكويتية طبعا تبارك لها دخولها المجال السياسي، حتى لو كان بعدد قليل، إن كانوا 4 لكن يعدوا بارزات في هذا المجال، أثبتوا وجودهم. وغير كذي إن في وفد فنلندي أجى عام 2005 نعم. يوم أعطت المرأة حق الصوت للتصويت، كانوا من ضمنها وفي من الحزب مالها كانوا موجودين. صحيح. ونقلوا التجربة هذه بصورة مفرحة ومشرفة. صحيح. وخاصة بالنسبة لها فرحت جدا أن المرأة المسلمة العربية دخلت المجال السياسي. حتى مثل ما قالت إن شاء الله في القريب العاجل إذا فازت بالانتخابات راح تحرص أن تاخذ وفد إن شاء الله من النائبات الكويتيات للمجتمع الفنلندي على أساس يعيشون التجربة الفنلندية. صحيح. يتعلمون منهم. وغير كذي إن لما تكون إن شاء الله بالوسائل الإعلام لما تروح إن شاء الله الحين على فنلندا راح يستجوبونها ويسألونها. وطبعا هي هذه ثاني زيارة وودها تي أكثر من مرة، بحيث حياها الله بأي وقت تبي. حياها الله. بحيث إن دخلت التجربة هذه لقلبها إنه ودها تعرف كل الناس كل الشعب الكويتي. صحيح. شعب طيب، وخاصة إن المرأة تقدر تدخل المجال السياسي إذا كانت محافظة على دينها، محافظة على أخلاقها. صحيح. وتقدر تنظم طبعا بين البيت والعمل السياسي بحيث صحيح. إنه تناسب أنوثتها وتناسب هم بعد مجتمعها. صحيح. تقاليدها. صحيح. فهد مو ملاحظ إن ما شاء الله
امل ورندا يتحكون كويتي وما يقطون بدليات، وانا وياك من قعدنا نقط بدليات لما الحين. ما شاء الله. ما السر في ذلك؟ ما السر؟ يعني دائما الجاليه ناديه بالذات الجاليه الصوماليه بس بنسالهم شلون متقنين هاللغه؟ مشاكل. لا بس لازم نعرف هو من وين متقنين هذه اللغه. ومدارسنا دائما هم معانا.